السلام عليكم. رئيس جمهورية الكوتيفوار يهدد المغرب ولقجع بالطرد من بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوتيفوار ويتحالف مع الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب الجزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. لم يهدأ الوسط الرياضي في القارة الإفريقية بعد انسحاب الجزائر من تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لعامين 2027 و2025 وتنظيم المغرب هذه البطولة. فقد دخل على الخط رئيس جمهورية الكوتيفوار الحسن وطارة، وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت وقال: نحن سوف ننظم بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل على أرض الكوتيفوار، ولن نسمح بأي تجاوز من المغربي فوزي لقجع في هذه البطولة. وهذا المسؤول المغربي غير مرحب به إطلاقا في الكوتيفوار، لأن يداه ملطخة بالفساد داخل الكاف، وكلنا نعلم أن الجزائر هي كانت الأحق بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 بدلا من المغرب، لأنها تمتلك أكثر من 10 ملاعب على أعلى مستوى، وهي أكثر جاهزية من المغرب الآن. فلماذا الاتحاد الإفريقي يختار المغرب على حساب الجزائر؟ فهذا فساد علني. فهناك بعض الدول سوف تقاطع بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وأنا مع هذه الدول، وعلينا استئصال الفساد من الاتحاد الإفريقي، وعلى رأس هذا السرطان فوزي لقجع. وأقولها من الآن والكل يسمعني: إذا تدخل المغربي فوزي لقجع من أجل منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية القادمة بكوتيفوار، فسوف يكون مصيره السجن وطرد منتخب بلاده من بطولة الكوتيفوار. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل أنت مع أو ضد مقاطعة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.